طلاسم دي عمل جن وجن مؤذي جدا. عمرك سمعت ان في واحده طبيعيه اتجوزت جن؟ طب ركز معايا في الحكايه اللي هحكي لك دلوقتي، من اغرب الحاجات اللي هتسمعها في حياتك. كان في فنانه زمان اسمها لطيفه نظمي، اتولدت في اسره فقيره في دمياط، وقررت انها تسافر القاهره ورا حلم التمثيل، واشتغلت في اعمال كتير مع علي الكسار مع يوسف وهب. المهم الدنيا لما ظبطت معاها قررت انها تأجر شقه تقعد فيها، وكانت الدنيا كويسه معاها، ما شقه في مكان راقي جدا. في الشقه اللي قصادها ساكن فيها جار شاب وسيم وبيقول ان هو دكتور. المهم حصل صدفه في يوم كانت هي راجعه من التصوير وهو كان داخل شقته، واستلطفوا بعض وتعرفوا على بعض وحبوا بعض، والجوازه تمت بسرعه جدا. بعد الجواز كان بيغيب كتير جدا، ولما تساله يقول لها ان انا عندي شغل. مره الغيبه طولت بزياده، سالت عليه في المستشفى قالوا لها ان مفيش دكتور بالاسم ده. سالت في كل المستشفيات مفيش حد بالمواصفات بتاعته موجوده ابدا. قالت ما بدهاش. دخلت عش الزوجيه بتاعه، كسرت درج المكتب اللي هو حذرها ان هي تلمسه. لقت جوه الدرج طلاسم، اوراق وصور ورسومات، وقايمه باسامي ستات والعناوين بتاعتهم وارقام تليفون.